شكلنا كده هنودع الانفلونزا قريب بطريقة وقاية جديدة ومختلفة تماما. بس قبل ما نشرحها خليني اقول لك بسرعة ازاي اللقاحات بتشتغل. بص يا سيدي، فكرة اللقاح اننا بناخد الفيروس في صورة ضعيفة او ميتة، او بناخد جزء صغير منه ونحقنه جوه جسمك. جهازك المناعي لما بيدخل له الفيروس في صورة خاملة بيتعرف على شكله وبيبدأ يبني خطة دفاع كاملة ضده، فبيفرز اجسام مضادة وبيصنع ميموري سيلز تفضل قاعدة مستنية اليوم اللي الفيروس الحقيقي هيدخل جوه جسمك. لو الفيروس جه بعد كده جسمك بيقضي عليه قبل حتى ما يبدأ ينتشر. يعني نقدر نقول ان اللقاح تدريب لجهازك المناعي، تدريب بيخلي جسمك يكسب المعركة قبل ما تبدأ اصلا. بس المشكلة ان لقاح الانفلونزا بيتعمل كل سنة على حسب السلالات اللي كانت منتشرة السنة اللي قبلها، وده معناه انه ساعات ما بيبقاش ماشي مع الفيروس المنتشر فعلا، وساعتها المناعة مش بتتعرف على الفيروس الجديد بنسبة 100%. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير يجي لهم انفلونزا حتى لو واخدين اللقاح زي حالتي كده. لكن العلماء قدروا يعملوا طريقة وقاية جديدة اسمها CD388، مبنية على فكرة مختلفة تماما. طريقة الوقاية دي مش بيعتمد على مناعة جسمك، لكنه بيستخدم جزيئات صغيرة جدا مهمتها تعطل انزيم مهم جدا في فيروس الانفلونزا اسمه النيورومينيديز. الانزيم ده هو المفتاح اللي بيساعد الفيروس يسيب الخلية المصابة ويروح يصيب خلايا جديدة. لو وقفنا الانزيم ده الفيروس ما بيتحركش. اللي محدش يعرفه بقى ان السي دي 388 هو نسخة مطورة من دواء قديم موجود في السوق من سنين اسمه زنامفير، بس الزنامفير كان لازم يتاخد يوميا عشان يشتغل. بس العلماء عملوا حركة عبقرية، ربطوا نسخ كتيرة جدا من الزنامفير بجسم مضاد قوي. وقوي هنا يعني انه ما بيتحللش بسرعة جوه الجسم. الجسم المضاد ده بيشتغل كأنه حامل شايل الدواء وبيحميه، فبيخليه يعيش اسابيع بدل ايام. وده اللي بيدي السي دي 388 قدرته انه يبقى وقاية طويلة المدى وتشتغل على اغلب سلالات الانفلونزا، لانها بتستهدف جزء من الفيروس ما بيتغيرش بسهوله. وعشان تتخيل قوه الفكره، ففي تجربه اتعملت على 5000 شخص اللي اخذوا اعلى جرعه من السي دي 388 اتحموا من الانفلونزا بنسبه 76% مقارنه بالناس العاديين. والشركه دلوقتي بتستعد تعمل تجربه اكبر في اوائل 2026 اثناء موسم الانفلونزا. لو نجح ممكن يكون ده اول وقايه طويله الامد من الانفلونزا في العالم. انا محمد شرف بقدم محتوى علمي، لو مهتم بالنوع ده من المحتوى تابعني.